السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بصحة وبعافية. الوصفة تاع هذا اليوم هي وصفة البيتزا. حتكون بحشوتين: بيتزا بوازي وبيتزا فيجيتاريان. مثل المحلات حنتعرفوا على العجين تاع المحلات، ونتعرفوا ايضا الحشو والاسرار اللي يديروها اغلبية المحلات، يعني مشي الكل، انه كل محل عنده السر تاعو والخاصية تاعو. هذا هو الشيء اللي يميز محل عن محل. باش ديروها مليح في بالكم. كنت تشوفوا هذه بيتزا بوازي، والمستطيلة بيتزا 4 فروماج او 4 جبان، وبيتزا فيجيتاريان اي بيتزا الخضر. يعني جاتني ما شاء الله. فقط اللي يشوف القناة لأول مرة أطلب منه فقط الاشتراك، وأيضا زيارة صندوق الوصف، لأني راح نحط جميع الفيديوهات تاع القناة. ممكن تفيدكم أو تكون يعني تهمكم. كم تشوفوا العجين جاني يعني خفيف ما شاء الله، هش ومطاطي مليح، يعني مثل المحلات. نبداو على بركة الله في المقادير. لهنا عندي 3 كؤوس من الفرينة. الكاس يهز تقريب 240 ميلي لتر. وعندي ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، وملعقة كبيرة من السكر، الزيت، وعندي الملح والماء الدافئ. هنا في الماء الدافئ انا دات لي كأسان، عفوا كما قلت لكم انا دات لي كأسان، لانه الفرينه تاعي شويه تشرب. ولهنا درت غير الخميره والسكر، لانه كما نعرفوا انه الملح يعطل شويه من عمليه الاختمار. لهذا نضيف الماء تدريجيا، مع نحاول اني نعجنها شويه. حاجه باش تعرفوها، المحلات كاين اللي يشري عجينه البيتزا يعني جاهزه طايبه نص طياب، وكاين اللي يخدمها. كيعودوا يخدموها هما عندهم عجانه كبيره، راهم كي يعجنوها باش يدخلوا كميه تاع الهواء فيها، ما يديروا فيها لا بيض لا حليب والو. اصل عجينة البيتزا هكذا تكون، يعني ما فيهاش بيض، هي فقط عوامل تساعد. كيما النساء اللي ما تصلح لهمش عجينة البيتزا، البيض ولا الحليب راهي كي تخليه لكم خفيف برك، يعني باش ما تعجنوش ما تتعبوش. يعني الطريقة هذه اني قلت لكم هي العجينة الأصلية. نحاولوا نعجنوها، يعني كي نقول لكم نعجنوها ماشي كيما الفطير ولا شخشوخه، لا لا، مهم تدي وقت من العجين باش يدخلها الهواء. وفي اخر مرحله خلاص باش نضيف الزيت تقريبا نصف فنجان، وندخله تدريجيا. ولازم نتحصل على عجين مطاطي، هذا سر واحد اخر، لازم عجين يكون مطاطي كيما هكا. وراح نخليها تخمر او يتضاعف الحجم تاعها الثم باه نخدم بها. راني خليتها جانبا ونحضر الحشو. لهنا حنبدا صلصه الطماطم. عندي نصف حبه تاع بصل متوسطه. عندي ملعقه صغيره، يعني مش هذه مش ملعقه اكل، بين ملعقه الاكل وملعقه القهوه، يعني هي جايه شويه كبيره على ملعقه القهوه من الطماطم مصبره. سنتين تاع ثوم. وعندي الطماطم كما كنتم تشوفوا هذه انا كنت حطيتها في ماء سخون، ومن بعد قشرتها وخليتها جانبا. وفلفل اسود وزيت، وفي التوابل فلفل احمر ورند وملح. وكاين اللي يحب زعيتر يزيد زعيتر يزيدها بنا، ما شاء الله انا ما كانتش عندي. هنا راح نسخن الزيت تقريبا نصف فنجان، ونحط البصل. هنا البصل علاه لانه البصل فيه كميه من السكر. راح نقليه باش يطلق لي شويه الحلاوه هذيك اللي راح تزيد تبنن الطماطم. يعني هذا هو السر تاع البصل، اللي هو كي كيبدا راح يتحمر، يعني يطلق البنه تاعو الريحه تاعو. راح نضيف الطماطم والثوم، راح نخليهم يتقلاو شويه في الزيت. هنا كيف نقولوا نهرس يعني بالملعقه الطماطم. لكن بعد ما تتقلالي راح نرحيها بالبراميكسر او بالخلاط.
هنا بعد ما طابت لي صلصة الطماطم راح نرحيها بالخلاط جيدا باش نحصل على صلصة ملساء. من بعد نضيف الطماطم المصبره والرند والتوابل الاخرى باش نحافظ على النكهه تاعها. كما قلت لكم راكم تقدروا تزيدوا الزعتره، زدتها بنه ما شاء الله. لهنا غطيت وخليت. كان جاتكم شويه قارصه كي تذوقوها زيدوا شويه سكر نورمال. هنا راح نبدا في الصلصه البيضاء. عندي كريمه طازجه 21 20 سنتيلتر، وعندي دجاج وجبن وفلفل اسود او لاسيبولات عفوا. لهنا نحط الزيت ونحط قطع الدجاج تتحمر. بعد ما تتحمر لي في ملح وفلفل اسود فقط. كي تتحمر لي واش راح ندير؟ نحي هذاك الدجاج وعلى هذاك الزيت يا بعد نحط الكريمه الطازجه خليها حتى راح تغلي. من بعد نضيف الجبن. هو اصل الجبن لازم يكون جبن غريير، واللي ما عندوش يدير جبن قطع. انا درت 4 قطع في 20 سنتيلتر، ودار لي 2 خبزات تاع بيتزا كبار ملاح لانه ندهنوا من بعد. ولا درت على الزيت تاع الدجاج لانه راح يزيدها بنه يعني ما شاء الله. هنا هاي كي العجينه تاعي تاع البيتزا كيفاه ضاعف الحجم تاعها ما شاء الله وتعمرت بالهواء. كما قلت لكم ماشي تعجنوا بزاف، فقط مده قليله، ولكن نحيو الهواء ديما على الجوانب، ماشي ندخلوا فيها دخله روس لا عفوا. ولهنا راح نديرها كويرات على حسب حجم لي بلاطو تاعكم او الاناء اللي حطيبوا فيه. انا دارت لي هذه الكميه، دارت لي 4 قرصات او خبزات تاع بيتزا يعني مليحه كبيره. هنا نكورها وراح نخليها تزيد تتحط شويه، تتحط باش هذيك العلك هذاك يزيد يتحط، ومن بعد نحلها بكل سهوله يعني. وكما قلت لكم تبعوا النصائح فقط، راه هي كي خفيفه وبنينه مليحه هذه العجينه. خاصه البيتزا تاع الاجبان تبغي عجين مطاطي هكذا باش من بعد الواحد كي ياكلها يقدر يطبقها بلا ما يسيح هذاك الجبن على الجوانب. هنا راح نحلها، تحلوها باليد او بالحلال كيما تحبوا. كما راكم تشوفوا لهنا العجين تاعي مطاطي يتكسل ما يتقطعش خلاص. ويطاوع يعني يطاوع بيان هذا العجين. هنا حنبدا في البيتزا فيجيتاريان. كل ما نحل وحده نخليها تتحط شويه وندير لها الحشو باش نفوتها للفرن. نبدا بصلصه الطماطم. صلصه الطماطم تكون بردت. كاين يشتي يدهنها مليح يعني يشتي بزاف صلصه الطماطم، وكاين اللي يشتيها خفيفه وابان. كل واحد يدير خاطره. انا نشتي صلصه الطماطم. من بعد راح نحشيها بالخضر يعني في التزيين راح ندير الخضر. وش عندكم خضر؟ هنا درت الطماطم ايضا طماطم نية او طازجة، فلفل
حار ولا حلو كما تحبوا. انا درت هذا حار. تقدروا تزيدوا يعني الزيتون الاخضر شويه راح يطغى على النكهه، اسمه مستحسن تيفيتي، ولكن اذا كان تحبوه زيدوه عادي. هنا درت فطر، وراح نزيد رشه تاع الجبن. يعني جبن خاص بالجراتان او بالبيتزا. وايضا عملت جبن الكومونبير. فيما يخص الاجبان اللي يشريوها المحلات وما يشريو، كاينين واحد لي بار كبار يعني يشريوهم تاع الفرماج. ولا هنا عندي البوازي، راح ندير الصلصه البيضاء يعني بعد ما ذاب هذاك الجبن وبردت راح تعقاد وتثقال، راح نطلي بكميه فوق العجين ونزيد فوقها الدجاج هذاك اللي كنت حمرته في الزيت والفلفل الاسود والملح. من بعد ندير رشه تاع جبن، كما قلت لكم جبن خاص بلي غراتان البيتزا يذوب. جبن مبشور او جبن احمر. وكملاحظة البيتزا تبغي لها حرارة مرتفعة، انا نحطها مباشرة فوق الفرن نكون سخنته يعني على درجة عالية. من بعد نطلعها الفوق نحمرها فقط، يعني ما تديليش اكثر من 7 دقائق في الطهو تاعها. ان شاء الله الوصفات يكونوا عجبوكم وان شاء الله تتوفقوا فيهم، ومازال ان شاء الله حنزيد لكم وصفات اخرى. انتظروني والسلام عليكم.